بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في هايد بارك. قلنا قبل التزهير الخاص بالنباتات لازم نطلع التزهير على نظافة. التزهير يطلع في محيط نظيف، يكون عندي رش فطري مرة واثنين وثلاثة واربعة من اول شهر 11، من اول نص 10 نبتدي نركز على الرش الفطري كويس جدا عشان نحمي النباتات من الاصابات الفطرية. وقلنا ان الاصابات الفطريه ما نستناش المرض يظهر عندي. الاصابات الفطريه خلاف الحشره بشوفها بعيني ببتدي اكافح مفيش مشكله. انما الفطر طالما انا شفته بعيني بالطريقه دي اهي، اهو البياض دي على شماريخ المانجا اهو، خلاص. لو انا شفت المرض بالطريقه دي بعيني كده اهو، يبقى انا كده في مرحله ان انا بنهي على الشجره، والمكافحه بتبقى للاسف في الوقت ده نتائجها محدوده. خلاص، ادي فطر البياض دي وادي المانجا. المانجا بتتساقط ليه؟ بتتساقط نتيجة إصابة فطر البياض دي للتزهير، ثم إصابة البياض دي لعنق الثمرة. إيه عنق الثمرة؟ المنطقة دي، أدي الثمرة الصغيرة دي، المنطقة اللي شايلة الثمرة دي أهي، المنطقة دي اسمها عنق الثمرة. المنطقة دي لما بيسيبها فطر أو جراثيم البياض دي مرة في مرة في مرة تلاقيها فصلت، فتلاقي الثمرة دي حتى في الأحجام المتوسطة تلاقيها وقعت فجأة. يعني الكل بيجي يشتكي يقول لك انا باجي فجأة وبعد ما الثمرة بقت قد كده اهو في شهر 5 في 6 تلاقيها سقطت برضه نتيجة إصابة أو فطر البياض دي. من أخطر الأمراض الفطرية اللي بتصيب النباتات، خاصة لما يكون النبات هزيل بالطريقة اللي احنا شايفينها دي، وكل ده ناقص تسميد اهو. الاصفرار اللي احنا شايفينه ده نتيجة عدم التغذية بصورة منتظمة. الجزئية اللي اتكلمنا فيها قبل كده وهنتكلم فيها تاني، ما ينفعش ارش حشري او فطري يجي لي واحد شايل رشاشه من بره ويرش لي ويلا السلام عليكم وعليكم السلام وانا زارع حاجات زي كده، نعناع، زعتر، لافندر، روزماري، شويه بقدونس، خلاص هو رش ومشي وانا جيت عمال اقص واكل. انا كده يا جماعه بجيب التلوث عندي لغايه باب بيتي. رش حشري، رش فطري، يعني بري هارفست انترفال او انترفال، يعني فتره الامان بتاعه المبيد. كل مبيد ليه بي اتش اي. ما ينفعش واحد يجي ويرش ويلا اقطف يا ابني نعناع وحطه في كوبايه الشاي، كل ده غلط في غلط، انت كده بتسمم نفسك بالبطيء. نركز في الجزئيه دي كويس جدا. الرش الحشري، الرش الفطري لازم يبقى عليه ضوابط، لازم يبقى عندي نوتة انا رشيت ايه، وهل ينفع اخد الحاجه دي دلوقتي ولا لا. الجزئيه دي ركز عليها دايما.